السلام عليكم، كيف حالكم طيبين؟ أنا موجود في أكبر معرض للأنمي في اليابان، فيلا أخذكم لفة فيه. أول ما دخلت المكان لقيت مكان الكوسبلايرز، فخلونا ناخذ لفة فيه أول شيء. هذه هي منطقة الكوسبلايرز زي ما أنتم شايفين، كل كوسبلايرز هنا واقفين. ففي واحد هناك حق قبلي شكله مرة رهيب، فخلونا نبدأ ناخذ لفة كذا على السريع. خلاص دوبي خلصنا من الكوسبلايرز في كوسبلايات رهيبه، وفي كوسبلايات استغفر الله العظيم ما تقدر تطالع فيها، تحس كده تقول لا 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 انا هذا ما بطالع فيه ولا بصور حتى، بس يعني صورت لكم الرهيب يخليني دحين بالف الحق ادور على الحاجات الرهيبه. دحين انا موجود عند بوث توي انمي دراغون بول ون بيس معروف، وهذا الشيء اول مره اشوفه، يعني اول مره اعرف انه لتوي انمي. خلينا نشوف ايش في عندهم حاجات ثانيه. هذه حاجه كمان، هذا المحقق استغفر الله العظيم اسمه ما ينفع ينقال، وهذا ديجيمون. كمان عندهم هذا الانمي، هذا في فيديو اسال الياباني البنت الصغيره ذكرته اللي هو زينيتندو، هذا كذا محل حلويات يقول قصص غريبه كذا فالاطفال يحبوه. جيت عند هذا البوث عندهم فيجرات او لشركه الفيجرات هذه، فخليني اوريكم ايش عندهم حاجات رهيبه. خليني اوريكم ايش عندهم حاجات جوا، كان حاطين برا اللي هو دراغون بول كيميتسو نو يايبا ون بيس كذا، فخلونا نشوف ايش عندهم. هنا في بلو لوك، هذا ما اعرف ايش هو، هذا بلو لوك هنا بس ما ادري ايش هذا، شيء ثاني. بلو لوك نفسه. هنا هذا الانمي ما اعرف ايش هو، هذا جولدن كاموي، فيجراتهم برضه رهيبه. هذا جولدن كاموي من احسن الانميات عندي. يو حاكشو، بعدين شينجيكو نو كيوجن مسوينهم تشيبي، مره شكلهم غريب، انا ما يعجبني الفيجرات التشيبي. وهنا جاندم، هذا جاندم الجديد لسه ما شفته، بس انا من الناس اللي يعجبوني جاندم، ما ادري ليش قلبوا كل الشخصيات بنات بس يعني جاندم من الحاجات الكويسه، بس هذا صار كله بنات فيه. وهذا تنسرا بالياباني كده اختصاره اللي هو حق سلايم، فهذا هو الفيجرات حقتهم رهيبه. وهذول الشباب حقين طوكيو ريفنجرز، الست مرة رهيبة اللي مصممينه، نفس المعبد اللي جمع عنده نفس اللي هو المانجو أو طوكيو مانجيكا، بس يعني شكله رهيب المكان اللي مسوينه مصممينه. والفيجرات كمان الديتيل فيها مرة خطير، يعني شوف هذا مرة شكله رهيب، ما أدري كيف مسوينه، مرة ظابط. حتى هذا كمان مرة ظابط، كلهم شكله مرة رهيب. وهذا الفيجر من الارك الحالي، هذه الشخصيتين، وهذا كمان اتوقع نفس الشيء، اتوقع عشان الشتاء. وهذول مسوينهم تشيبي هنا. هذه رهيبه الصغيره تشيبي بس شكلها رهيب، هذا راسهم كبير مو حلو، هذه شكلها كويس. وهنا في اللي هو حق نسيت اسمه، الانمي حق دكتور ستون، كنت بقول ستون وورد بس دكتور ستون. في هنا فيجرات دوب انتبهت لها، هذا مره خطير. حتى هذا يا اخي في الشركه هذه الديتيل حقها مره كويس. اول ما خرجت من هذا الباب لقيت هذا الدولاب الرهيب حق ناروتو، يا اخي فيجرات ناروتو مع انه انمي قديم يعني من زمان، بس انه مره شكله خطير الفيجرات كلها، بالذات حق ميناتو هذا نفسه حصل عليه، شكله مره خرافي. ديدر كمان شكل كلهم كويسين، اما هذه الفيجرات انا ما تمشي معي، ما تعجبني. هنا كمان في فيجرات رهيبه، هذول الثلاثي مره شكلهم رهيب مع اللوحات اللي ورا حقتها. انتوا عارفين انا ما احب الا راسهم كبير، هذا التشيبي برضه شكلهم كويس. اغلب البوثات اللي موجوده هنا كلها فيها سيو اللي هم ممثلين اصوات،
وممنوع التصوير، فيعني ما تقدر تصور ولا شيء، فبس يعني تعدي من عندهم تسمع لهم. قبل شوي عديت عند بوث في اللي هو زينيتسو، واتوقع حق تانجيرو او مثلا ماني فاكر، بس زينيتسو كان موجود، بس اللي انمي ثاني عن الممثل الصوت انا ماني فاكر فين مثل، بس هو صوته كده عشان في بحث حق زينيتسو، فهو اللي انتبهت له. شوفوا ايش حصلت فينلاند ساغا، حاطين صور من الانمي الجديد، وحاطين هنا زي تشالنج تقدر تسوي. في اللي هو ترفي، بس يعني هذه حركه انك تقدر ترفع الجذع ولا لا. خليني اخش من ورا، انا ما ادري دخلت من جهه فصرت من ورا، الناس صافه عشان تجرب هذه الحاجه. وهذا تورفين هناك مره قصير تورفين، هذا شكله نفس حق الانمي. هذا بوث لاستديو كيبون، حاطين رسمات من الانمي حقهم او الانيميشن اللي سووه، مو من المانجا، من الانمي. خليني اوريكم اياها. زي هذه الرسمات اللي زي كذا حاطينها، يعني مره شكلها رهيب، يعني هذه فريمات من الانمي نفسه. سوريكم شيء تعرفوه. هنا بوكو نو هيرو، هذا سنايبر، هذا لما سنايبر نفسه، هذا باكوغو، هذا ديكو. بس والله شكلهم مرة خطير، يعني شوفوا كيف شكلها مرة حلو كذا. هذا الفريم مرة رهيب، لما صار في الانمي كان مرة شكله حلو. هذه الفريمات مرة رهيبة، لو يبيعوها احطها كذا سوي لها فريم حطها في البيت حقي، مرة خطيرة كذا قبل ما يحط عليها ولا اي حاجة. حتى هذه كمان شكلها رهيب. وهنا موجود افضل انمي حق السنة الماضية اللي هو موب سايكو، مرة خطيرة انمي، كان مرة رهيب. هذا الفريم شكله حلو. هذه مرة شكلها خطير، شوفوا كيف. وهنا كمان هذه كمان شكلها حلو، هذا فريم متحرك كده ما في حركة، يعني مرة كمان خطير. هذا لما يجري يروح لموبو. وهذا الشبح نسيت اسمه بس مرة برضه خطير. خلاص دوبي خلصت من القاعة الأولى، فبروح للقاعة الثانية. أنا شويتين جاي متأخر فأتوقع حيقفل علي وأنا هنا. وهذا بوث TMS، ما أدري إيش هو، لكن عندهم حاجات كثير. خلينا نخش ونشوف. هذا دكتور ستون، هذا ما أعرف، أول مرة أشوفه. هذا حق دكتور ستون، الحركة هذه اللي سواها في الأنمي، اللي ما يعرف ما يعرف، واللي يعرف يعرف خلاص. وهذا أنمي جديد أنا ما أعرفه، أول مرة أشوفه، أتوقع حينزل. بعدين في هذا برضو أنمي جديد ل 7 Deadly Sins ناناتسو نو تايزاي، حيكون يعني أنمي له جديد. أتوقع نزل جزء اللي في نتفليكس بس ما كان كويس، حينزل جزء ثاني للأنمي، ما أدري إيش الفرق عن نتفليكس وهذا. وهذا كمان ما أعرف شو هو، أول مرة أشوفه. وهذا لوبين سانسي، هذا أنمي رهيب. وهنا كونر، الناس كلها ما تبغى إلا كونر. وريكم الضحية أول شيء. كونر هنا يقول شينجيتسو توتس، وهذا يقول له ما أدري إيش يقول هذا. بس حاطين لوحات، أتوقع بروموشن للفيلم نفسه. وهنا باكي، أتوقع عندهم أنمي جديد باكي، ممكن أو موسم جديد، ما أدري إيش الفكرة. فيعني يقول لك شوفوا نتفلكس. ونيجي لفقرة الفقرات. هذا اول مايت، شكله مرة رهيب. هذا فقرات اللي يكون فيها زي من الانفايرمنت، مرة شكله خطير. وهذا ديكو لما ضارب اللي هو مسل مان، هذا برضه خطير، هذا كان في آخر الجزء الخامس نهايته. وهذه هيميكو أتوقع توغا هيميكو. هذا الفقر تصور بالجوال عادي، هذا الفقر تصور بالكاميرا عادي، هذا الفقر ممنوع تصور، بس ما أدري إيش الفكرة يعني. بس هذا هناك دينجي، وهذا الدينجي، وهذا اللي هي ما أدري إيش اسمه، نسيت. هذا واحد من أرهب البوثات شكله، بوث حق فيلم ماريو أو سوبر ماريو بروز. شكله مرة خطير، الناس صافة وتبي تدخل، بس أنا ما أتوقع إني حاصف وأدخل. هذه الحاجة نفس اللي في قرية ناروتو، يقول لك سوي الأختام، بعد ما تسوي الأختام تسوي النينجتسو يعني. فنفسها بالضبط كذا، كنت أفتح الأبواب. بدخل المعرض حق انيبوليكس او البوث حقهم، البوث حقهم كبير، فيلا. اهم شيء انه ما في انتظار، في حاجات كثير عليها انتظار، زي حق ماريو في انتظار. انيبوليكس اللي هو كيميتسو نو يايبا، في روروني كينشي، السيف حق روروني كينشي. هذا الانمي انا ما اعرف شو، بس يعني مشهور برضه، اللي يعرفه يكتب تحت. الحاجه اللي انا جاي علشانها اللي هو اوساما رانكينج، هذا الانمي كان مره خطير السنه الماضيه، كان من احسن انميات عندي. شوف ايش عندهم، حاطين حاجات هنا.
حطيه زي اتوقع هذا الكفرات حق الدي في دي حقهم مره خطير شكلها. نشوف هذا، وهذا كمان شكله رهيب، وهذا اللي هنا كل شيء خطير هنا. هذا ممنوع التصوير فما حروح له. وصح نسيت كمان عندهم اللي هو نير اوتوماتا، من احسن الالعاب يعني، القصه حقتها والجيم بلاي مره خرافي، واللي دحين مسوي لها انمي. وهذه واحده من الجهات الرهيبه، بليتش. اتوقع هذا السيف حقه اللي هو زينيتس او زينجيتس اتوقع، وهذا السيف الثاني حق ايش اسمه حق عشان هو نص الثاني. يعني عنده سيفين، اللي ما يعرف ما يعرف، اللي يعرف يعرف. شوفوا مين قابلته وانا اتمشى في انمي جابان. قابلت اكيرا. السلام عليكم. الرجال والله رهيب. محمد عرشهوب كويس كده برا غير الجو. اريغاتو شكرا شكرا. اهلا وسهلا في انمي جابان. يلا نعم. يلا ياباني. اليوم بيتزا ما في مشكله. そうだね。 نعم ビザが変わったね。サウジアラビアの方もなんか簡単に取りそうだね。来れるからだから5月にあるアルヒラール VS 浦和レッズでみんな早くヒラリيلا يا رجال يلا يا الهلاليين تعالوا. ولا اللي اتاكوا كمان صارت الفيزا سهله. نعم ممتاز. كشبك اريدو زي نتفليكس كمان عندهم بوث لهم شكل مره رهيب من الانميات اللي سووها. اتوقع منها اسمه ده ايج رانر، وفي اللي هو دورو هيدورو وحاجات كثير. وهذا ايج رانر هو طلع هنا. اتوقع تسوي حاجه شفتها في تويتر، تسوي اللي هو حق الوقت، اللي توقف الوقت. خلاص بيقفلوا. هذا توها انمي، عندهم حاجات كثير. موشوكو تنسي ان شاء الله ينزل هذه السنه كمان، يصير انمي رهيب. هذا الفيلم في السينما حاليا، يبغى لي اشوفه، مره شكله رهيب. هايكيو فاينل. في عندك كمان اللي هو دكتور ستون، وانمي اللي هو حق ايش اسمه ذا بوكو نو هيرو. من كثره الانميات انا مخبط. سايكو باث كمان، هذا يدخلوا جوا بس شكله خلاص مقفلين، بس يعني ما في احد يقدر يدخل. وفي حق الدراجات يوموسي بيدر وحاجات كذا. خليني اقرب اشوف اذا بس اقدر اشوف من عند الباب. ちょっとだけここから見たいんで。ごめんなさい。もう受付終了しちゃったんで。ここからだけ見たい。اوكي اوكي. شوفوا بس الحاجات الموجوده هنا. هذه غرفه مره رهيبه، فيها كل الانميات حق توهو انمي. هنا يوموشي بيدر وبوكو نو هيرو، وش في ثاني كمان؟ انا ماني شايف الا الحاجات الحلوه. هاي كيو، والله حاجات مره رهيبه، بس يعني خطير المكان هذا. في كمان اللي هو تنكي نوكو، مره خطير المكان. إذا أنتم سامعين هذه الموسيقى اللي جالسة تصير، هذه موسيقى خلاص خلصنا يلا نروح بيتكم. بس لا، أنا جالس لكم شويتين بس أشوف الحاجات اللي موجودة. يعني هذه بوسترات اسمه ده بليتش. أنا ولا أنمي قادر أقوله، لأن كده تحافظ كل الأنميات وأسمائها، لما تيجي كده مع الحماس كل شيء تنساه. هذا البوث حق وارنر براذر، هذا البوث أتوقع حق وارنر براذر هم اللي اشتغلوا على هذه الحاجات. حتى وارنر براذر لليابان يشتغلوا للانميات، مش بس افلام او يعني لها علاقه بالانمي. فوارنر براذر جوجو دائما هم اللي شغالين عليه. هذا انمي ما اعرف ايش وضعه، او هذا بالاصح ايش هو. اتوقع انعرض في نتفليكس. وهذاك راجناروك كمان.